القلب ديالو ضعيف ولا الجسد ديالو كيتبورس، الرجاء التام ما يتفرجش في هذا الفيديو، حيت هاد الفيديو راه كنحكيو حنايا على أخطر ساحرة في المغرب سنة 2023. يعني راه ما كتعرفش الرحمة، شي حاجة الإنسانية ولا الرحمة ما كتعرفش هادشي شنو هي. فكرون كتحشي فيه المسامر، السلحفاة كتحشي فيها المسامر وهي حية، قنفوت كتغطسو في الماء مغلي، راه شي حاجة راه ما تصورش. طائر كتلوي عليه السكوتش في المنقار ديالو وكتزرع فيه البينيز وكتطلقو، كل ما هاد الطائر تعذب كل ما الشخص كيتعذب. القطة كتخيط لها فمها، مصران الكلب الصغير. واش هادي عندها القلب؟ الناس اللي عندها فوبيا او الناس الخوافة رجاء ما تتفرجش في هاد الفيديو، حيت هاد الساحرة اللي دارتو في هاد العائلة راه ما كيتصورش، راه شي حاجة راه ما تدخلكش للدماغ، حرقاتهم كاملين ما بقاوش فيهم، العظم ديالهم ما بقاش. وماشي على زائد على هادشي حتى شي واحد ما قد يسكن في هاديك الدار، بقات اللعنة ليومنا هذا. فرجاء اللي قلبه قاصح هو اللي يتفرج في هاد الواقعة اللي خلات المغاربة ماشي غير مصدومين، الخيال ديالهم العلمي ما تستوعبش هاد القضية اللي كانت قضية اللي دارت ضجة كبيرة. نبداو على بركة الله. هذا واحد السيد معلم، وقبل من نذكر هاد السيد، الموبل فين هيكري هاد السيد هذا. كانوا ناس قدام، هاد الموبل هذا قديم، وكان كيتكون من 3 ديال الطبقات، السفلي والفوق، السفلي والدوزيام والطروازيام. هو هيجي يقتني هاد المعلم هذا الشقة، يعني اللي منها السطح طروازيام الثالثة، وكل طابق تيتكون من 2 شقق. وهاد الموبل هذا كان خاوي، يعني كانوا مواليه غا دي فاكونس، وكانوا كيجيو من العام للعام، كاين اللي كيكريها. وديك الكرايه يعني اغلبيه كيكونوا غا عزاره، كيجيو كريو شهر شهرين 3 شهور ويمشيو، يعني الاغلبيه ديال ديك الموبلات على يد السمسار. فينا جا المعلم تا هو كان في الاول عزري، بقى عجباتو ديك الشقه، بدا يعني كيخلص صافي، بدا كيخلص، شاف واحد البنت الناس تزوجها على سنة الله ورسوله، مشى عندها قال لها راكي عجبتيني وانا معلم، انا اخدك. صافي قالت له حتى انا ما كاين مشكل، اجي لدارنا. فعلا هذا المعلم هذا مشى تقدم لدارهم بالحكم بانه هو يتيم، يعني كان ولد الخيريه ويتيم، فقبلوا به ورحبوا به، يعني ماشي شي عيب. تزوج هاد السيده وكان فرحان هاني، يعني ما عنده حتى شي مشكل. ولد مع هاد السيده هادي ملي تزوجها خرجها من القرايه، ولكن بقات هاد السيده فيها الحرقه ديال القرايه. ومني ولدت الولد الاول والبنت الثانيه قالت له يعني ندفع باك ليبر ونقرا، قال لها ما كاين مشكل، دابا انت ولدتي يعني معليش. بدات مسكينه كتراجع وبدا هو كيوريها، كانت واحد الاسره يعني جميله، يعني كانت واحد الاسره متواضعه، اسره جميله، الهدف ديالها من الحياه هي تخدم الطمانينه، الاستقرار، ما كتأذي حتى شي واحد، عاديه. ولكن الحياة ديالهم كتبدل الجحيم، الحياة قاسية ولات عندهم، ولات غير المشاكل. فوقاش يبداو المشاكل يبداو ماشي من هاد الساحرة، يبداو مني طلبت الأم، يعني مراتو طلبت الخدمة، قالت له أنا قريت دبر لي على خدمة. صافي واش أنا نبقى جالسة، الدراري راه كيمشيو للمدرسة راهم كبروا. هنايا تبدل الأمر، ولاو دائما المشاكل. وهنايا ما كانش عارف هاد المعلم هذا، آه، ما كانش عارف بانه كان مريض بواحد المرض، وكان كيتعصب معاه دائما. وانتم راكم عارفين الضغط على الاساتذه والمعلمين، الضغط ديال الخدمه، الضغط ديال الستريس، يكون عندهم واحد ستريس بوحدو ماشي بحال الخدامين الاخرين. هنا كتجي واحد المراه بعد يعني ديما كانوا كيجيو الكرايه كما قلت لكم، كيكريو شهر شهرين، يعني اكثرين كيكريو تمايا غير العزاره اللي عاد جا يعني في ديك المدينه باغي خدم هنا خدم هنا. فجات واحد المراه هي وجوج بناتها وراجلها، وعندها واحد البنت معاقه، وعندها واحد الدري. هذاك الدري كان مشدود في الحبس، يعني ما بان لهمش تمايا، يعني شافوا غامره كبيره. جات هي واحد جوج بناتها وواحد الراجل عنده واحد التريبودور، يعني راجلها معروف يعني كان كيخدم غير في
الموتور ديال 3 ديال العجلات. وهاد السيد هذا كان مغلوب على الامر ديالو، حتى هو انسان ظريف، ولكن هاد المراه هادي ما عرفوهاش باللي كانت ساحره. ما عرفوهاش، جابها تما السمسار، كرات، ولكن هادي ما كانش كرات تحت منهم. بدا السيده كتهبط فيها، يعني كتخرج كتقلب على الخدمه بعد ما يعني راجلها ما بغاش يدبر لها على الخدمه، كتخرج كتدخل. هاد المراه هادي اللي كانت يعني شبه عجوز بدات كتدق عليهم: عافاك، عطيني شويه الملحه، عطيني قزبر، عطيني هادي. الاخرى بدات كدور فيها، قالت لها: لا انت كتجيني كل ساعه، صافي يا لاله، يعني عطيناك المره الاولى، المره الثانيه ما نبقاش انا مقابلك. بدات كتشم شي روايح كتهبط، كتلقى شي حاجه مجلخه في الباب ديالها، يعني الزبل كتخرجوا حاشاكم وكتحطوا قالت لها: مالك الله ودي، حنايا كنجيبوا الخدامه من الخميس للخميس، وانتيا كتهبطي لنا هاد الزبل هذا وما كتخلصيش معانا يعني الفلوس ديال الدرج، قلتي ما عندكش، راجلك ما راجلك، شنو هادشي؟ يعني بداو هنايا الخلافات. بدات كتشوف عندها العيالات كيدخلوا مره كيجيو يعني مسلتين. بدات عليا: شنو هادشي هذا عندك؟ يعني كنشم شي ريحه، شي بخور، شي حاجه، يعني القضيه باينه. يعني الواحد واخا يكون مكلخ راه يفهم كيفاش هاد البخور وهاد الشيء، وكيجيو عندك العيالات. ونهار يعني ملي كيقرب رمضان وهاد السحيرات هادو اغلبيا حتى تتقرب شي مناسبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى بحال رمضان. ورمضان عباد الله، رمضان الناس شهر الغفران، شهر المغفرة، شهر التوبة، كلشي كيتوب، كلشي يعني هذاك الدناب هو السكيري عباد الله، السكيري اللي مبلي وكيقول لك: يا ربي يا ربي. راه عندكم يسحابكم تقولوا انتو داك سكيري صافي، سكيري موسخ. بالعكس، هذيك سكيري راه عرفتي لقيتي سكيري وكيطلب الله المغفرة. اذا هاد السيد هذا باقي متشبت، حنا خصنا نعاونوه. السيد قلبه طيب، زوجة ولا مرأة كتسكر كتعرف الله، كتقول لك: يا ربي يا ربي لما تعفو عليا يا ربي. يعني الناس كيعرفوا الله. انت كتشوف سكايري كيشرب وكاين اللي كيتعاطى داك المخدرات حشيشي هذا، ولكن كتلقاه ملي كيجي رمضان يعني كيعظم هاد الشهر. يعني هاد الشهر هذا كيعظمو بزاف ديال الحوايج. هاد النوع هادو ديال السحرات عاد كيزيدوا هاد الكبائر. يعني بدات كتلاحظ في الاجواء ديال مولد النبوي، في هاد الاجواء يعني الاعياد اللي هي عظيمه عند الله، الايام اللي عظيمه عند الله. هنايا عاقت بدات كتغوت عليها يا السحاره بدات كتغوت عليها. هذاك الناس اللي كانوا تما كيسمعوا الروينه بداو كيهربوا. سحيره صافي تما جرات، قالت: هادي تهرب ليا الكريان ديالي كما داروا ليا في الحومه القديمه، سبقوا عليا. حيت منين جابت الاخبار ديالها عرفات باللي كتلاوط. شنو كدير هادي؟ كتسكن وما كتخلصش، يعني كتسكن وكتضرب غير على الديور هادو اللي مواليهم بعادين. كتقول لك: انا ساكن نخلص الشهر الاول الثاني، صافي ما نعاودش نخلص، ما عنديش. وفي نفس الوقت انا خدامه، وفي نفس الوقت انا عندي البراك تيسحبهم، زعما راهم. بدات هاد التشلبين ديالها عاوتاني دارتو. قالت له: ولكن هاد السيده دي ما بغاش تعطيني التيسه، انا نسالي معاها. بدات كدير لها تشتيت الاسره. أه حاولت معها بطريقات جميعهم. السيده ولات كتحس بالالام. داكشي اللي كتلوحو على الباب ديالها ولا كيتخطاه راجلها، ولات كتخطاه هي. ولاو الدراري الصغار كيبقى يغوتوا في الليل، يعني عاشوا العذاب. دارت لها التشتيت ما بينها وما بين راجلها، حتى راجلها تصور اخوتي راجلها طلقها واحد النهار لقاه في كرون محشي فيه المسامر. هو قال لها شنو هادشي وتخطاه. يعني نصيحة لأي وحدة لقات تلمة حدا الباب، لقات فكرون محشي فيه المسامر. اكثرين كيديروا فكرون فكرون محشي فيه المسامر ديال 14 و 15. هذاك خاصكم ما تقيسوه ما حتى شي حاجه، خليوه هكاك حتى تعيطوا لشي فقيه ديال الجامع. وتا لا كانت فيكم شجاعه يمكنلكم تهزوه. هي راه كيفاش جابتو في شي حاجه، جابتو في صاك، ولكن ما تخطاوهش. يعني ماشي تلقاوه تقولوا: ويلي 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 شنو هادشي، وتحلوا الباب وتخطاوه. الا مشيتو تخطيتوه تجيكم الطجاجيه الحرفيه. هادشي مهم على الهضره ديالهم والكلام ديالهم. يعني خصكم تكونوا واعيين بهاد الامور. الواحد كيكون واعي، لقى الماء حدا الباب، لقى كل شيء، اول حاجه قبل من هادشي باش انت تتفادى على هادشي ديما
يعني ديما قول بسم الله، يعني حاجة طبيعية ديما بسم الله. لقات السيد اللي فكرو كيما قلت لكم دخل ما كاملة تا 5 دقايق بدا كيغوت بدا كيسعر. قال لها والله لا رجعت لهاديك الدار، هاديك الدار نتيا اللي كتهبطي لي عند ديك السحارة اللي لتحت، نتيا ديما يعني نوضات لهم الفتنة، يعني تجدات لهم سحر التشتت الأسرة. وهنايا كانت هاديك المرا يعني عاجبها الحال، هاد السحارة هادي عاجبها الحال، كتشوف يعني كتسمع هي كتساكن هنا من التحت وانتم راكم عارفين كيسمع داك الحيط، يعني كيكون الحيط رقيق عارفينو كيسمع. فهنايا بدات كضحك وكدير ديك الطاليميس ديالها وديك البخور وديك الشي ديالها، حتى خلات الراجل اقسم بالله العلي العظيم الا خلات الراجل يطلقها بربعه ديال الدراري ديال الوليدات. وهي ما دارت له حتى شي حاجه، وهي كان كيحماق عليها وكان لي حاجه كاع. تصوروا السيد باش راه نتوما عارفين الغيره ديال الراجل المغربي، الراجل المغربي راه ما كاين حتى شي واحد اللي يفوتو في الغيره. خلينا من داك الانواع ديال النزار وكذا، لا كنهضروا حنا على الرجال الحقيقيين. واخا هكاك مع ذلك الحب ديالو ليها تغلب عليه وخلاها تمشي تقرا. نتوما راكم عارفين كيجلسها في الدار راه ما كاين لا ديدي لا فانيدي، ولكن الحب ديالو خلاها تمشي تقرا. ولكن من هاد الشيء كامل تبدل بهاد الساحر، وما اكتفاتش بهاد الشيء، ما اكتفاتش بيه، دارت لها واحد النوع ديال السحر. هما كانوا ناعسين واحد النوع السحر اللي كان خطير. نتوما راكم عارفين يدوم 40 يوما، ولكن الا كان دائما التجديد نتوما راكم عارفين اللي كيبقى يشعل العافيه. كاين الانسان اللي ما يثيقش يقول لك وايلي واش هذا الشيء راه كاين، هذا الشيء راه ما كاينش، ولكن هذا الشيء راه كاين وواقع. وانتم شحال من شفتوه من فيديو العافيه كتشعل بوحدها في الدار. كانوا ناسين شنو ناضت هاد ال- هاد الساحره اللي كانت مشات للقفل ديال الباب، القفل ديال الباب، وحشت فيه واحد الساروت وبلوكاتو. يعني هذاك الساروت القفل ديال الباب حشاتو وخلاتو مبلوكي، يعني باش حتى لا جاو هي عارفاه كيجيو يعني في الليل كتطرق عليها. من بعد ما بدات كتستعمل يعني الملحه الحيه، بدات كتطلق الرقيه. يعني نتوما راكم عارفين اي مشكل عنده الحل، راه ماشي تقول صافي تسمع انت العافيه ولا تسمع تقول يا خميمتي يا خميمتي صافي. لا بالعكس، يكون عندك يقين كبير مع الله. يعني ما كاينش هاد الشيء. مشات واحد الليله ودخلت بعد ما بدات كتلوح لها الملحه وتلوح لها العرعار وتا هي كتطلق البخور المزيانه ودير لها المسك الاسود. هنا بدات يعني كانت واحد المواجهه ما بيناتهم. يعني هاد السيده هادي قالت لك ما خرجتي ليا وطلقتيني من راجلي دعيتك الله وانا اللي غنخرج فيك. بدات كتستعمل معاها حتى هي كتعطيها بخو سلاحه وكتجهد في القران. شرات واحد البيفان كبار وبدات كتجهد في القران، وكانت واحد المصارعه ما بيناتهم. كما قلت لكم واحد الليله دارت الساروت ديك السحاره حشاتو في ديك الفرخه وبلوكاتها. يعني شات الساروت وبحال عوجاتو، هي الطرف ديال الساروت ما خلاتش حشاتو كامل في ديك الفرخه وهرساتو. وكان ساروت ديال النحاس ماشي ديال الفضه، والنحاس كان قاصح. وهبطات ودارت ديك الطلاميس ديالها. هادشي يعني في الثالثه في 3 ديال الليل، وبقات كدير ديك الطلامس حتى كتسمعهم كيغوتوا. دات لها السحر ديال العافيه، كاين السحر ديال الماء وكاين بزاف. بداو كيغوتوا ودارت ديك الطلاميس تشعل العافيه في الصالون في البيت حتى جهدت العافيه. وبدات سمعتهم كيدقوا في الباب، تيدقوا وهي كتفرح وهي كتنشط. نتوما راكم عارفين الناس اللي حقوده وحاسوده اكثر من هاد السحيره راه كاينين عايشين معنا. انت ملي كتألم هما عاد كيبغيو عاد كيفرحوا. وهاد النوع هادو اكثريا كاينين في العائلات ديالنا، يعني ما كيحملوكش توصل، كيبغيوك ديما تكون تحت منهم. ولكن حنايا دائما بجهد الله كنتفوقوا عليهم. فشافتهم مساكن كيتغوتوا العافيه، تشافوهم الناس جيران وهي تسمعهم وطالعين عندها الدروج، طالعين تيدقوا. هذيك الباب كانت ديال الحديد يعني صعيبه باش الفتح ديالها. بداو كيغوتوا عيطوا للبومبيه. الناس ديال البومبيه كيسمعوا حريق، الناس الاطفال يعني في وسط يعني الناس وليدات صغار، الام
البومبيه جات عطاك، خلينا بداك اللعبه بومبيه تعطلت، ما كاينش داك الشيء الكذوب، هذاك الشيء غير الكذوب. البومبيه يعني 2 دقايق كانت تمايا، 2 دقايق سمعوا المراه يعني ولادها راه صافي جاو، راه حسن العون، حيت كاينين الناس تيجيو بزاف ديال البلاغات الكاذبه، والو راه كاين هما كيجيو ما كيلقاو لا عافيه لا والو، الو الو. ولكن هنايا عرفوا الواقعة راه بصح عيطوا لهم بزاف ديال الناس تأكدوا بأن الخبر 2 دقايق كانوا تمايا. غتقولوا لي كيفاش جاو هما في 2 دقايق؟ أول حاجة ساعدتهم الليل، حيت الليل كتكون الطريق خاوية، وجاو بسرعة فائقة وجاو تمايا وبداو كيضربوا بالتويوات ديال الماء. وهنايا كيوقع يعني واحد شنقول لكم البوطة، نتوما راكم راه عارفين، كتأدي إلى وفاتهم كاملين. جاو السلطات، وهنايا كنشكروا دائما كنشكروا السلطات اللي ما كتزربش، يعني ماشي قالوا العافيه ربما شارجر ربما، ف يعني فكان واحد المنظر اللي واحد الضابط، شنقول لكم، الدموع هو كيهضر والدموع كيهبطوا للبوليس. اي ضابط دخل كيشوف الدموع يهبطوا. وتا نتوما براسكم الا تبعتوا هاد الواقعه حتى لدابا وسمعتوا شنو شاف هاد الضابط هذا، اقسم بالله الا تتبكيو، اللي قلبو يعني متاثر. لقاو باللي الام وحاضنه وليداتها مشوطين. فهادشي هذا راه كيأثر. هنايا شنقول لكم، باش كيعجبوك البوليس المغاربه راه ما كاينش غير بداو في التحقيقات تما. شارجور شمن، شوفوا البريزات فين كاينين، شوفوا لقاو بين البريزات بعادين على السداري. شنو وقع؟ شنو هادي؟ ساعداتهم ديك البومبيه محيت طفاو الحريق. لقاو بان سبب يعني الوفاه ديالهم هي ديك البوطه، مني يعني تشتات صافي، يعني جمعت حب وتبن. بداو كيبحثوا من لهنا من لهنا. اول ما لاحظ يعني واحد من الفريق الشرطه العلميه لاحظ بان ساروت مقروض في الباب. واش جا راجلها؟ واش كان شي واحد باغي يفتح الباب؟ اذا هذه عمليه سرقه، شي واحد بغى يفتح الباب. بداو كيبحثوا ما لقاو حتى شي حاجه مهزوزه. جا راجلها بدا كيقول لهم التلفازه كاينه، هذه كاينه بلا، حتى الذهب ديالها لقاوه محطوط، اذا هذه ماشي عمليه سرقه. سولوه العساس، حيت ديك العساس كيلهيه وديك الحومه كانت جايه مشدوده، يعني اي واحد دخل يدخل من ديك البلاصه. قال لهم العساس ما دخل حتى شي واحد. شكون هاد الجار اللي بداو كيسولوا داك المراه نتوما راكم عارفين السحار، انا ولدي انا ظهري مريض. شكون انتي بعدا لاله؟ شنو كديريني؟ فوقاش جيتي؟ قلت لهم انا جيت يلاه شهراين، جيتي هاد شهراين. أه هنايا الجيران ديال الموب الاخر بداو يعني الاخبار، راه شكون هاد السيده، واش عندها شي عاده؟ وقال لها عندها عداوه مع ديك السحاره. كيفاش السحاره دي؟ مرا بات لنا كبيره. هادي يا سيدي راه سحاره، راه سحاره. هنايا ولا الشك فيها زيدي على الأمانة. شوفوا البحث ديالك قبل ما يبحث معها، دار واحد الضابط، دار واحد الدويرة في داك المنزل ديالها. مشى لسلة المهملات، هو كيبان له شي حاجة كتبري. فشافها فكيلقى نص ساروت عاد لقى ديك الطلاميس ديالها في واحد البيت اخر. قال لها فعلا انت بعدا اول حاجه شنو هاد الشيء هذا اللي عندك هنايا؟ وهاد الشيء بعدا نشوفو. خدا ديك نص ساروت ومشى عطاه الشرطة العلمية، احتفظت به وجبدت ديك النسخة يعني اللي كانت واحلة في ديك الفرخة، تجبدات ومشاو طابقوهم يعني في المختبر. لقاوه بأن عنده نفس يعني المواصفات، يعني هذاك النص الطريف هو اللي ديال ديك الباب. هنايا كان دليل قاطع بأنها هي مولة الفعل. وبعد الأبحاث ديالها، وكان الابحاث يعني صعيبه مع هاد السحر، نتوما عارفين السحاره كتبقى تدخل وتخرج في الهضره، وانا مريضه وانا الطونسيون، مرات تسخف لهم مرات تنوض. يعني كان واحد البحث اللي هو شاق، ولكن من بعد اكتشفوها باللي هي مولات هاد الفعل هادي، واعترفت لهم بما نسب اليه جمله وتفصيلا بعد الشهاده ديال الابنه ديالها اللي كانت كتستخدمها حتى هي في هاد الفعل.
وهي اعترفت قالت لها أنا أمي عذبتني وراه هي اللي دارت لهم وأنا بقاو فيا الدراري الصغار، يعني البنت أنبها الضمير ديالها، وهي في الأول ما اعترفاتش، من بعد اعترفات ولكن اعترفات بواحد الحقد، بواحد الحسد، أنا خرجت عليَّ، أنا ضيعت لي مستقبلي، اش من مستقبلك ضيعته لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اش من مستقبل كتهضري عليه، اش من مستقبل هدرتي، ولكن أنا كيعجبني القضاء بحال هاد النوع هذا، وانتم راكم عارفين القانون المغربي اش كينص على قانون يعني إحراق الإنسان عمدًا، أو يعني راه حنا هاد الشي طرقنا فيه ملي كنا كنهضروا على الشرطي هشام يعني رحمة الله عليه في هاد الأيام المباركة، راكم عارفين اش كينص عليه القانون المغربي، راه أحسن قانون في العالم، ما كيتزاكلش بحال في هاد الناس هادو يعني كينزل عليهم المسطرة كتنزل قانونية بأشد العواقب. لا تنسوا الاشتراك في القناة، يعني رجاء بارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش يستافدوا، حيت الفيديو دار عامر استفادات. ولا تنسوا الاشتراك كما قلت لكم في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وإن شاء الله نتمناو نبقاو نديروا حلقة كل نهار.